السلام عليكم. طبعا مش هتصدقي لو قلتلك ان السمك ده انا شوياه في البيت. لا، انا عايزه اقولك ان انا شوياه في البيت، والحقيقه انه ما دخنش الدنيا، وكان طعمه مفيش اروع من كده. ولو عملتيه زي ما انا عملته بالظبط مش هتبطلي تعمليه تاني. بس كالعاده قبل ما نبدا وصفتنا هنجاوب على السؤال اللي فات. كم عم اسلم من اعمام سيدنا محمد؟ كان حمزه والعباس. والنهارده هنسال سؤال جديد. أول من أسلم من الرجال، أول واحد أسلم من الرجال كان مين؟ أظن السؤال ده سهل جدا يا جماعة. بنحاول ناخد معلومات. أنا بشوف ناس يعني كبيرة وما تعرفش المعلومات الأساسية في الدين. ربنا يا رب يهدينا ويهديهم يا رب، أمين يا رب العالمين. ويلا بينا نبدأ وصفتنا. أول حاجة هنجيب السمك اللي انتوا تحبوه، أي نوع سمك تحبوه. أنا هنا جبت سمك بوري وسمك بلطي أو شبار. طبعا العامل مهم جدا ان انا اعرف انقي السمك. اول حاجة السمكة هتكون صبحة، هتكون عينيها بتلمع كده، الخياشيم بتاعها حمرا زي ما انتوا شايفين كده، وهتكون ماسكة نفسها زي دي بالظبط، ولا بتروح شمال ولا يمين، يعني مش مهرية. واحنا في الصيف يعني نحاول نجيب حاجة كويسة عشان ما نتعبش نفسنا بيها. البوري برضو نفس النظام، عينيه بتلمع وخياشيمه من جوه لونها حمرا، وماسك نفسه، ولا بيروح شمال ولا بيروح يمين. النهاردة انا هشوي السمك، يبقى هستخدم الردة او نخالة القمح. الردة هي العامل الاساسي اللي هستخدمه النهاردة، مش هضيف عليها اي اضافات. هجيب الردة، هجيبها من عند البقال او من عند العطار، قولوا له عايزة ردة اشوي بيها السمك. وطبعا اكون غاسله السمك كويس وجسمه يكون مبلل علشان يشيل ردة، لما اجي احطه في الردة وابله فيها يمسك زي تمسك عليها زي كده بالظبط. هعمل كل الكمية اللي معايا، الشبار كله والبوري. ممكن اعمل البلاميطة. البلاميطة لا، يستحسن تكون يعني مشوية في زيت. ممكن اعمل المرجان، ممكن اعمل سمكة الرنجة. بس البلاميطة يستحسن تكون مشوية في زيت. ولو انتم وصلتم معايا لحد هنا، ما تنسوش لايك وشير عشان نستمر مع بعض ونعرف مع بعض كل جديد، وعشان الصفحة تكبر بيكم. وما تنسوش تكتبوا لي تعليق لو نقطة بس، ماشي، عشان نرفع البوست. هنا هكون مسخنة الفرن قبلها بحوالي 10 دقايق. شفت اول ما احط السمكة هطلع دخان، معنى كده ان الفرن سخن علشان ما ينزلش ميته وينشف مني. هنا هديلها الصدمة في ثانية كده، طلعت الدخان. الفرن بعد ما بخلص بمسحه بحته قماشه مبلوله، وارجع اعمل فيه وصفات العاديه، ولا بيبقى فيه ريحه سمك ولا اي حاجه. هيقعد على الناحيه دي حوالي 10 دقايق. لما ياخد لون هقلبه الناحيه التانية. طبعا زي ما انتوا شايفين دخان بسيط اللي طالع جدا، وانا مشغله الشفاط. وده بناء على ايه؟ ان السمكه دي كويسه، بطنها ما فيهاش مرعى، سمكه سمينه كويسه في الشوي، فما مليتش الدنيا دخان. وبعد ما انقله على الناحيه التانية هجيبه على ظهره كده برضو حوالي 5 دقايق او 10 دقايق لحد ما ياخد لون ويستوي معايا، يبقى بالمنظر ده كده. بقى انا هطلع السمك وهنعمل له تحديقة، يعني حاجة كده بقى هتخلي السمك ده طري جدا. وطبعا باين في الشواية ان هو مش ناشف، فالقشر ده هيشال معايا بسهولة. هجيب راس تومة وهقشرها، وهنزل عليها بنص فلفل قرن، فلفل حامي وبارد زي ما تحبهم. بس حط الحامي، انت كده كده هتشيل القشرة ومش هتديله طعم حراق. هحط نص الجزراية، واحط شوية ملح، وهضيف عليهم شوية من الكمون. وهضرب كل الكلام ده في الكبة لحد ما يتفرم معايا فرم ناعم جدا. هحاول امزجهم كده مع بعضيهم، وهفضيهم احط عليهم نص كوباية مية او ربع كوباية مية. فضيهم في طبق واعصر عليهم ليمونة او ليمونتين، انا عصرت ليمون كمان. دي كده التتبيلة خلصت معايا. بعد ما السمك اتشوى وهو سخن كده، هنزل عليه بكل التتبيلة ديت علشان يبقى طري معايا وما يكونش ناشف. وبعد شوية هشيله علشان المية دي برضو ما يبقاش صايص. يعني انا هسيبه هنا 10 دقايق كده، وارجع انقله بالحاجات الملونة بقى الجميلة، والفلفل والجزر والحاجات الحلوة دي. وهقدمه مع الرز الابيض والجرجير والسلطة. ويا سلام بقى لو جنبهم بصلاية خضرة كده، بس ما لقيتش يعني.
وعلى العموم حاولوا تجربوها، وبجد هتوفروا فلوسكم في الشواية وتعبكم في المروح والمجي. هتعملي حاجتك وانت قاعدة في البيت على نظافة من غير ما تهدري فيها. واشوف وشكم بخير في حلقة قادمة بإذن الله. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم، لأن آرائكم بتفرحني. مع السلامة.